اول حلقه ليا، اول يوم ليا مع محمود الكسيب. طيب بالنسبه لي طول عمري الناس اللي هي بتعمل الفلوس دي تحس ان هم في حته كده على جنب كده، مفيش حد عايز يعرف الناس ازاي وليه. فانا النهارده قاعد مع السورس ذات نفسه اللي هيقول لي البذره والزتونه بتاعت البيزنس ازاي والفلوس ازاي، وهل اقدر اعمل بيزنس من غير فلوس، وهل اقدر اعمل فلوس من غير ما يكون اصلا عندي بيزنس. ده جميل قوي الكلام ده، جميل ده عجبني يجي مني عجبني الدخله بتاعت يجي مني. محمد اوكا. يا جماعه اعرفكم الاول، ده محمد اوكا. محمد اوكا من الناس اللي فعلا بقت محبوبه على السوشيال ميديا في وقت زمني قياسي، ومبسوط جدا ان هو معايا النهارده، واحنا الاثنين هنعمل حاجه انتوا هتحبوها اكيد. هنعمل حاجه هتفيدكم وتغير لكم عقلكم، وسنه بسنه انا واوكا هنبتدي نستمر في ان احنا نقدم لكم كونتنت يكون مفيد جدا ويغير من عقولكم للافضل، ويكون فعلا اضافه لكل واحد منكم. فيا رب النهارده الحلقه دي تعجبكم جدا ويكون فيها استفاده كبيره ليكم، وفي نفس الوقت تكون كل معلومه فيها جايز تغير حياه واحد منكم. طيب انا على قد ما اقدر، انا فعلا عشان انا اغلب الوقت في الشارع، فعارف بعض الناس بتفكر في ايه الاسئله. عندي صحاب كتير، ناس كتير من ايام المدرسه، ببقى عايز اعرف افكارهم ماشيه ازاي، فانا اقدر انقل لك الافكار دي. في اسئله انا ذات نفسي ما عنديش اجابات ليها، فاكيد طبعا انا هستغل الموضوع ده وانا اقعد اسالك كتير براحتي. اليوتيوب عندك بيشيل كام دقيقه بقى؟ حبه حلوين بس مش ورايا حاجه، نطلب عشاء دلوقتي ونشوف القصه دي. طيب موضوع الفلوس والبزنس، هل اقدر اعمل بزنس من غير ما يكون معايا فلوس والعكس؟ خليني الاول امهد لك الموضوع بتاع الفلوس والبيزنس عشان الناس تبقى فاهمه كويس. الفلوس بتيجي ازاي، والبيزنس ازاي بيجيب فلوس، وازاي فلوس اقدر اعملها من البيزنس والعكس صحيح، وازاي ابتدي بيزنس من غير فلوس. كل ده اجابته بتبتدي الاول تمهيديا بجمله اساسيه في معلومه وواقع اثبته العلم واثبته التاريخ، وهو ايه؟ لما بيحصل ازمات كبيره جدا في العالم وبتبتدي تضيع ثروات كل الناس ويرجع تاني الدنيا تقوم تاني، الناس اللي كانت اغنياء بترجع تاني تبقى غنيه، والناس الفقيره بترجع تاني تكون فقيره، برغم ان هما الاتنين بيبتدوا من نقطه الصفر مره تانيه. هو ده اللي بيورينا انه الموضوع مش في فكره ان انا معايا موارد ايه، الموضوع انا عقلي ايه. يبقى دلوقتي القصه لما جه حصل الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وحصل ازمات كبيره في العالم، من ضمنها الانفلونزا الاسبانيه والكوليرا وحاجات كتيره دمرت دول كان فيها ناس كتير اغنياء وناس كتير فقراء. ولكن لما رجعت الدول دي تقوم تاني وكان الفقير زيه زي الغني، رجعوا هما الاتنين، الغني بقى غني والفقير بقى فقير. فاذا ده بيثبت لنا ان الموضوع الغنى والفقر هو هنا مايند سيت تماما، مقومات وشويه اسس بيتعلمها الانسان عن قيمه ومعنى الفلوس ومعادله النجاح اللي بيمشي عليها بايا كانت موارده ايه، وفي الاخر بتوصله انه يحقق الغنى والثراء مره تانية. يعني دلوقتي بالبلدي ساعات بيقول لك الظروف، ما ده نفس قصه. انا اتولدت في بيئه زي ما بيقولوا مفيش على الله حكايتي، فده نفس القصه في اتنين، انا على الله حكايتي وفلان على الله حكايته. انا اقدر اعمل حاجه وغيري يقدر يعمل حاجه، فانت النهارده حسب انت الفكر بتاعك عامل ازاي. الموضوع كله على حسب ايه الموارد العقليه وطموحك ماشيه ازاي. انت في الاخر عارف ان هدفك هتوصل له، او انت حاطط تارجت معين عايز توصل له. الهدف بتاعه ان انا ابقى انسان ناجح واحقق اموال ويبقى عندي مشروع خاص بيا وابقى واحد بيزداد صيتي بنجاحي خطوه بخطوه، وهو ده المعادله اللي كل انسان بيحاول يوصل لها. طيب انا عشان اقدر احقق المعادله دي مش محتاج مقومات لنفسي؟ مش محتاج ابقى انا فاهم الوصول للمعادله دي محتاج انا ابقى متطور في ايه، او ايه الخطوات اللي انا محتاجها؟ زي بالظبط اعتبرها واحد عنده رحله مده المسافه بتاعتها هي 1000 كيلو، ومعايا عربيتي دي اللي هي عقلي. لو عقلي عربيتي ده مش معايا بنزين يكفي ان اوصل لنهايه الرحله، هقطع في النص مهما كان حلمي. طيب لو ما معيش كاوتشات سليمه، الكاوتشات هتضرب مني ومش هعرف اوصل لهدفي. لو ما معيش ميه في الريداتير عشان العربيه تبرد في الطريق وتعرف تمشي، كل بقى دي واحده من العناصر دي هي اللي هتخليني اوصل للرحله من 0 ل 1000 كيلو. صح طبعا. الانسان نفس القصه بالظبط، علشان يقدر
يحط لنفسه حلم وهدف، ده سهل، كل الناس تقدر تحط لنفسها حلم وهدف، لكن الوصول ليه هو اللي محتاج الادوات دي. الادوات دي مش معناها فلوس. تعرف اديك حاجه ممكن تكون ناس كتير قوي ما تعرفهاش. التوب 10 مليارديريه في العالم، اغنى 10 افراد في العالم، حاجه اسمها سيلف ميد مليونيرز، يعني صنعوا نفسهم من الصفر. مفيش حد فيهم اتولد في بقه معلقه ذهب. ده فعلا يعتبر على حد علمي هو ده الكونسبت. عشان ايه؟ عشان عندهم كميه باور ورغبه في انه يحقق ويوصل ويغير من اسرته واجياله اللي جايه من بعده، غير طبيعي عن اللي مولود اوريدي في راحه. ما هو انت لازم علشان توصل للراحه تتعود انك تمشي في طريق ما ترتاحش فيه. بالظبط. يعني بص، اعتقد دي في ناس بتسميها النيد، ان انا فعلا يكون عندي نيد، شوكه في ظهري. الشوكه دي ممكن تكون بقى الاهل، يكون فقر المكان اللي انا عايش فيه، المهم عندي النيد اللي يخليني. اللي اتولد في بقه معلقه دهب ده خلاص، يعني ما عندوش حته حاجه، ما عندوش فكره الاحتياج، ما عندوش حته ذوق الاحتياج. لكن اعتقد فعلا كل الناس الاغنياء دي هو عشان محتاج، فده بالنسبه له هو الشوكه دي اللي في ظهره اللي بتحركه. انا عايز اعمل، عايز افكر، عايز اطور، اشوف ايه الريسورسز، المهارات اللي في ايدي، انا اقدر ايه المهاره اللي عندي، اقدر افكر ازاي، اقدر اعمل تعاون ازاي، اقدر. فعشان كده فعلا هو النيد ده بحسه سر. انا عايز اضيف على النيد دي حته او اعدلها في كلمه. الموضوع ده اسمه شغف. شغف هو ليس احتياج اكشولي، لان كل اهله كانوا محتاجين. النيد ده احتياج. الاحتياج ده اهله كلهم كانوا نفسهم يبقوا اغنياء، بس محدش كان عنده شغف، محدش عنده الباشن ده. الباشن ده بيجي نتيجه ايه بقى؟ حاجتين: الراجل ده عنده حلم وهدف، وفي نفس الوقت عنده رغبه شديده بانه يحققه، فبيتخلق حاجه في النص كده اسمها الشغف، فيطلع مليونير صغير. بالظبط، مليونير في عقلك الاول طبعا. ما هو انت عشان تكون مليونير في جيبك لازم تبقى مليونير في عقلك. في مثل بيقول لك كده: in order to do what others don't you have to be what others won't طبعا. يعني عشان توصل للي غيرك ما وصلوش لازم تعمل اللي غيرك ما عملوش. فانا ليه عايز ابقى بفكر بطريقه نوعا ما مجنونه او غبيه؟ هو ان انا افضل اكرر واعيد نفس الشيء بنفس الطريقه وانتظر نتائج مختلفه. ما هو ده تعريف الجنون، ان انا افضل اكرر نفس الحاجه. كل واحد ينزل كل يوم يروح الشغل من الساعه 8 الصبح للساعه 5 ويرجع يقول: امتى بقى يا رب هتكرمني وتخليني غني؟ امتى بقى يا رب هتغير لي حياتي؟ ويبص على الناس: يا عم ده العربيه دي مش عارف ايه. ده كميه حاجات بيبتدي تاثر على عقله، انه مقتنع انه الغنى ده هيجيله في شنطه فلوس. ده مش واقعي، ده مش حقيقي. هو في الاخر بيطبق معادله، لو حطها جوه عقله هو هينام يصحى يفكر فيها. هو هينام يصحى ما عندوش اي دافع غير ان هو عايز يكمل بقيه المعادله. هو عطلان، هو واقف في مكانه، محلك سر. فانت عشان تخرج من محلك سر دي محتاج ان انت تفهم المقومات. تلاقي واحد يقول لك: انا نفسي بره اسافر واشتغل بره ويذاع صيتي وابقى ناجح. تيجي تقعد معاه، بقابل ناس كده بتبعت لي، فاجي اساله اقول له: انت بتتكلم لغات؟ يقول لي: لا. الاقيه بيكتب لي العربي نفسه كله غلط، يعني حاجه بجد مصدمه. كل كلمه تلاقي فيها اخطاء املائيه بالعربي. فبستغرب ان هو: طب انت هتطلع للنور ازاي؟ ده انت معكش طريقه التواصل. فبساله سؤال تاني، اقول له: انت بتفهم ماليات وارقام؟ يقول لي: والله ماليش خلق عليها. طيب انت قدرتك ايه على التفاوض والمبيعات؟ انا من وانا في المدرسه وانا بكره افضل اخش في حته اقعد اتفاوض مع حد واقعد اسمع. طب هو ايه اصلا مقومات النجاح؟ تواصل اللي هي لغه، تاني حاجة انك تفهم ارقام وماليات عشان تعرف تحقق اهداف مالية، فتعرف تعمل مبيعات، فتعرف تعمل ارباح، فتعرف تجدول استثماراتك. كل حاجة مربوطة ورا الارقام، والارقام يعني الفهم المالي. تيجي على النقطة الثالثة هي التفاوض والمبيعات. ما هو اي شركة في الدنيا ايه مصدر الدخل الوحيد ليها؟ المبيعات. صح. كل الادارات التانية مركز تكلفة. لو بصيت فيها كده، اي شركه مكونه مثلا من اداره التسويق واداره الموارد البشريه واداره الحسابات واداره اللوجيستكس او النقل والشحن، كل الادارات مركز تكلفه، يعني بتكلف الشركه فلوس. ايه الشيء الوحيد اللي بيجيب لاي شركه فلوس؟ مبيعاتها. فاذا لما انت تبقى مصدر الفلوس قيمتك بقت الماظ. قيمتك بتزيد وترتفع على حسب مقدرتك في خلق مبيعات اكتر. ايا كانت بقى المبيعات دي 10 جنيه فانت قيمتك 10 جنيه. بتجيب مليون فانت قيمتك مليون.
بتجيب 100 مليون فانت قيمتك 100 مليون. انت اللي في ايدك تقرر انت قيمتك كام. ما انت لازم تفهمها. في كورسز بتتاخد اسمها هاي كلوزنج تيكت، يعني ازاي تقفل صفقات ضخمه، ازاي تعرف تقعد تبقى بياع في رولز رويز بتبيع عربيه بمليون يورو. ايه الفرق ما بين بياع رولز رويز وبياع اي عربيه صغيره كيا او اي حاجه؟ ان البياع ده بيخاطب واحد عقليته وسطيه، واحد لسه في رحلته، فعايز واحد شاب مبيعات لسه في رحلته. لكن تعالى بتاع الرولز رويز هو اصلا جاي المعرض فاهم اكتر من البياع في خصائص السياره، فانت هنا مش بتبيع له خصائص لان هو عارفها كويس، لانه الناس دي بتبقى عندها وعي وذكاء واموال انه يتعلم كويس هو بيختار ده بناء على ايه في اي حاجه في حياته. فبيخش يقابل تنين مجنح مش بياع. انت بتخش تلاقي بياع قاعد لابس بدله اجمد بدله تتخيلها، برفيوم، بتفكر اللي بيشتري بهو اللي انا كنت قاعد معاه ده شميت ريحه معينه اول مره اشمها، الساعه اللي لابسها، نظراته، طريقه كلامه، تسريحه شعره. الراجل مهتم بنفسه كانه هو براند رولز رويز. بس هو بيبريزنت كمان براند زي ده، فما ينفعش يبقى اي حد. هم اختاروه على اساس ايه؟ انه كاليبر يقدر او شخص يقدر يتحط بالظبط. اقدر احط اسمي على اللوجو على كتفه او على التشست عنده، عشان لما يجي ده يتكلم يبقى فعلا يستاهل يكون رولز رويز سبيشالست او ايجنت. فاذا ده بيوصلنا برضو لنفس النتيجه، وهي ايه؟ انه انت عشان تقدر توصل لاهدافك في الاخر، سواء هي فلوس او ان انت تصنع نجاح. احنا ابتدينا الموضوع ده في ان احنا نشرح هو البيزنس الاول ولا الفلوس الاول ولا عقلك الاول. احنا ذكرنا اتكلمنا على الفلوس والبيزنس، لكن حبيت اعدلها لك او ازودها لك بان انا اذكر لك ان قبلهم هما الاثنين عقلك بقى غني، جيبك بقى غني. لازم تقتنع بده. عقلك نص نص، جيبك نص نص. عقلك فقير، جيبك فاضي. هي قاعده. فعشان كده تحكم على حد هتقول لي في ظروف بيمر بيها الناس وفي قدر ربنا في الرزق، هقول لك 100%. ولكن اللي بيسعى، انا بتكلم على اللي بيسعى ويلاقي مفيش مردود، لازم يعرف ان في خلل، لان ربنا قال لك ما عليك الا السعي. انت ما عليكش غير ان انت تسعى بس. الرزق بقى اللي هيجي ايه ده بتاع ربنا. ولكن اجمع العلم وتحليل النفسيه والدراسات على ان كل اللي نجحوا ووصلوا بتجمعهم خصائص معينه، لدرجه ان انا ساعات ما بنزل بعض الحاجات بقولها والله العظيم يا اوكا بستغرب ان انا الاقي الحوار اللي انا قلته ده عمري ما سمعته من حد وطلعت ارتجالا، اسمع واحد تاني من الناس اللي ناجحه وعامله بيزنس بيقول نفس الكلام بالحرف، مع اننا عمرنا ما سمعنا بعض ولا عمرنا اتكلمنا. لدرجه ان الناس الفانز بيكتبوا كومنتس تحت، انا سمعتها من كذا بيقولها، هو انت اللي قلتها الاول ولا هو اللي قالها الاول؟ اجي انا من كتر ما انا مش متاكد ان هو فعلا حد تاني قالها، اخش ادور ورا الراجل ده الاقيه فعلا بيقولها. فاكتشفت ان في حاجه اسمها common logical aspects، يعني اشياء منطقيه عقليه بتدور في عقول الناجحين. الناس دي عوامل مشتركه ما بينهم. تحس في لغه اسمها لغه النجاح، زي في عربي انجليزي في لغه النجاح. لما انت تقعد النهارده مثلا زي مع فلان الفلاني وفلان الفلاني، الاثنين اغنياء جدا، بتلاقي ده فعلا فكره حتى البوزيتيفيتي بتاعته او تعامله مع اي تشالنج او اي تحدي بتلاقي قريب جدا من التاني، لان الاثنين نفس اللغه اللي هي ازاي اقدر انجح. ففعلا انا ساعات بتفرج على 2 different فيديوز من الحاجات اللي هي الكوتس والموتيفيشنز، بلاقي نفس الطريقه، فاكتشفت ان هي فعلا لغه واحده. النجاح دي لغه هو مش تقليد خالص على فكره. هو كده انت مجرد اكنك بالظبط ايه. هو انت لما تتعلم، انت بتتكلمش انجليزي وانا بتكلم انجليزي، لما انت تيجي تتعلم الانجليزي وتسالني نفس الاسئله اللي انا كنت بسالك بالانجليزي، هل ده معناها ان احنا بنقلد بعض؟ لا، ده معناها ان انت اتعلمت اللغه. فلما تقول لي هاو ار يو محمود، فانا اقوم رادد عليك اقول لك اي ام فاين. لما انت تتعلم انجليزي بقى هتقوم قايل لي نفس السؤال فانا هجاوب نفس الاجابه. هل معناه انت بتقلدني؟ بالظبط. او واحد مثلا اتخرج من حقوق، واحد جامعه القاهره، واحد خريج حقوق عين شمس، ما هو الاثنين ده حقوق وده حقوق، بس ده 2 different جامعات، فالاثنين هيقدروا، ده يقدر يترافع بطريقه وده يقدر يترافع بطريقه، والاثنين شطار والاثنين مدرسه محاماه بالظبط. هو ده بالظبط. فانا في الاخر الناس عايزه تفهم انه ما تحاولش تسبق الاحداث. يعني الموضوع ليه خطوات. زي انت الناس بتستعجل قوي. فكره ان انا بلاقي ناس غصبا عنها مستعجل على النجاح ومستعجل على ان هو يعمل فلوس او يعمل بيزنس، وفي نفس الوقت مش عايز يستثمر في نفسه. بص خليني اقول لك على الحته دي. الناس مش مقتنعه ابدا
انه هم السبب سواء في النجاح او الغنى او الفقر. يعني اصلا قله قليله من الناس هي اللي عندها إلامة النفس اصلا. صح. يعني الناس ما بتلومش نفسها، هي الناس مقتنعه ان انت زي ما ده اتولد في بيت غني، انا عايز كنت اكون غني، فبيفضل طول حياته عايش جوه البوكس ده. هو ما هي كومفورت زون، هي دي بقى يا معلم. هترجع تاني لمنطقه الراحه. الكومفورت زون بتاعتك دي كل الناس او 99.9% من الكره الارضيه عايش فيها. عشان كده الغنى على فكره عند 0.01 من سكان الارض. ما هو الغنى ده مش يعني غالبيه الارض فقراء. ليه؟ مع ان الموارد اللي في الارض دي 85% يمتلكها 0.01 من سكان الكره الارضيه. هل ده بسبب ايه؟ بسبب ان هم عندهم عقول فذه. ما هو انت عشان تكون غني لازم تقتنع بمبدأ. مفيش حد هيكون غني لوحده كده فرداني، لازم يستعين بمجموعه من الناس تعمل انتاجيه زي اللي هو بيعملها بس مرات كتيره جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هديك مثلا، لو انت واحد قوي جدا مثلا في الحسابات وشغال موظف، تعرف اقصى حاجه تعملها انك تشتغل في اليوم 10 ساعات فتاخد وانت مروح اخر الشهر 6000 جنيه، صح؟ طبعا. طيب لو انت وصلت لمرحله، هل انت وانت موظف بالشكل ده هل تعرف تبقى ملياردير؟ لا ما تقدرش. هل تبقى مليونير؟ انت يا دوبك هتعيش. طيب لو افترضت ان انت بقيت قوي جدا لدرجه انك بتدير المحاسبين بطريقه قويه وبقيت ليهم مثل اعلى في اجمد محاسب، طب ايه البيزنس اللي انت تعمله؟ مكتب محاسبه. كل واحد انا مشغله تحتي بقى بياخد 6000 جنيه بروفيت يجيبهم لي، فبقيت انا بجيب 6 واللي تحتي يجيب 6 و10 بيجيبوا 6 وتحتهم كل واحد تحته 10 تانيين، فبقيت ال6 دي اتحولت ل100 6. دوبليكيشن بقى وكرر. وعشان كده نفس القصه دي طبقها، انسى بقى الحسابات، حطها على فرع ماكدونالدز. فرع نجح صاحب ماكدونالدز راح عامل 10، ال10 فكرتهم نجحت وفروعهم نجحت، راحوا سوقوا ل100 وال100 سوقوا ل1000 وبقى ماكدونالدز اكبر تشين في العالم نتيجه نجاح التجربه الاولانيه اللي اتبنت تحتها شجره. هي الشجره دي بقى طبقها في كل حاجه. اعمل من نفسك كتير لو انت راجع في امر. ده سر كبير جدا. في حاجه برضه عرفتها، زي مثلا انا اخري في اليوم عشان اشتغل مثلا هنفترض لو انا جامد جدا 12 ساعه، لكن لو انا عندي تيم والتيم دولت كوبي مني في 10 ب 120 في 10 انا بشتغل 120 ساعه في اليوم مع ان اليوم 24 ساعه بالظبط. فهي فطبيعي جدا اعمل ارقام اكبر بكتير من اللي بيعملها اي شخص بيشتغل 12 ساعه بس. هي دي. يبقى كده احنا اقتنعنا بمبدأ انه اول حاجه لازم اشتغل على عقليتي علشان افهم كويس قوي ده الاستثمار. ده هو ده اللي انا محتاج احط فيه، مش فلوسي ووقتي ومجهودي. ولو معاك 20 30 الف جنيه ما تفكرش ان ال 20 30 الف جنيه دول هم دول اللي انت بتفكر بيهم انك تعمل بيهم مشروعك. لا، هم ال 20 30 الف جنيه دول مشروعك هو عقلك. مشروعك هو انت دلوقتي تعمل حجر الاساس. هو في مبنى بيتبني من غير ما تعمل له حجر اساس كويس؟ يبقى انت حجر اساس نفسك. لان الانسان ربنا خلقه ميزه بايه؟ لأولي الالباب. ربنا بيخاطب الناس يقول لهم اصحاب العقول، ما قالش لأولي القلوب، قال لأولي الالباب. الفرق ما بينك وما بين اي كائن حي تاني ان احنا عندنا عقل بيفكر وبيطور وبيخطط، وهو اللي غير الارض. فبالتالي كل واحد مننا لازم يبقى مقتنع ان عقله هو اساس كل ما يملك. فاستثمارك الاولي فين؟ في عقلك. ناس كتير حتى وهي بتستثمر في عقلها بتبقى فاكره ان استثمارها في عقلها ده حقق لها ربحيه اثناء مرحله البناء. ما بصوش لحاجه مهمه قوي قدامهم. هو اي واحد بيبني عماره لما بيجي يبني العماره ويحط الفلوس من جيبه وهو بيبنيها، هل بيجني اي اموال؟ هو بيصرف بس، صح؟ بيفضل مثلا العماره دي هتتبني في سنتين، يفضل كل يوم عم محمد عايز 2000 جنيه، عم ابراهيم بتاع الموان عايز 100000، ده عايز بتاع الطوب 200000. بيصرف يصرف 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 بدون ما يلاقي مردود. فاذا هو مقتنع بالبروسيس، هو مآمن بالرحله. الراجل ده بيصرف من غير ما يلاقي مردود عشان مقتنع انه هتيجي نقطه معينه هيوقف الصرف ويبتدي ايه؟ جني الاموال. بالملي ده طبقه على عقلك. اكنك بالظبط بتبني عماره بتتعامل مع عم محمد ده مين؟ الانجليزي اللي بتصرف عليه عشان يبقى في انجليزي. تقوم صارف على عم ابراهيم بتاع الماليات اللي هو هيفهمك فلوس وارقام ومعطيات وتحليل وحاجات كتيره تعرف تبقى بيها واحد واعي. طيب في عندك بقى عم يحيى. عم يحيى ده الراجل بتاع الاسمنت اللي هو اساس البنى كله. المبيعات ولسانك، الكاريزما، النيجوشيشن، التفاوض، فهم العميل في ايا كان المجال.
ملوش علاقه انت بتشتغل ايه. البياع بياع في اي حته، حتى ما معروفه بيقول لك ايه، يقول لك ده يعرف يبيع الهوا في ازازه، يبيع الميه في حاره السقايين. كل الامثله بتوريك ان البياع بياع في اي مكان، صح؟ طيب بتاع الارقام والماليات دايما الناس واخده قناعه عنه، او من ايام افلام زمان، انه بيلبس بتاع سودا في ايده كده ويغطيها عشان الحبر اللي على الورق ما يوسخش القميص الابيض. في كل الافلام القديمه ما يعرفوش اصلا البتاع دي هدفها ايه، ان الراجل ده متعود زمان ان هو يقعد يدخل ارقام ويقعد يلبس قمصان وجرافات. دلوقتي الفهم المالي بقى مختلف خالص، انت بقيت تقدر تقعد اونلاين. انت اصلا اكبر طفره حصلت في العالم ان تقدر تعلم نفسك ببلاش، تقدر تعلم نفسك من اكفأ ناس في العالم ببلاش. تقدر تفتح كده تكتب جمله واحده، عايز اتعلم ازاي ابقى مفاوض ناجح، يطلع لي كل المفاوضين اللي عاملين توبكس او مواضيع بيتكلموا فيها عن التفاوض. فانا اقدر اعمل حاجه اسمها سيلف ليرنينج. السيلف ليرنينج ده ما كانش موجود ايام اجيالنا، ايام ما كانش فيه كمبيوتر وانترنت. كنا لما بنيجي فتره التسعينات كنا واحد عايز يعلم نفسه اي حاجه ما عندوش اوبشن انه يعلم نفسه. هنا دلوقتي بقت بدوسه زرار وجمله بتكتبها بيطلع لك كل حاجه. ده غير بقى الارتفيشال انتليجنس وحاجات كتيره جدا سهلت الموضوع اكتر واكتر على الانسان. فده مفتاح مهم قوي، الناس لو ما خدتوش كانك عديت كده شايف قدامك رزمه فيها مليون يورو وبيقول لك دي لعلمك تاخدها ببلاش من غير حاجه، تسيبها وتمشي. بتخاف، ما هو اي شيء ببلاش بيخليك تبعد عنه. انت جرب كده احساس فيه فلوس قدامك كده انت خايف تعتبروك تسرقها، يعتبروك مش عارف ايه، مع انه الناس بتقول لك انه ببلاش وخدها الا ان انت مش عايز. ف دايما الشيء اللي الناس بتحس انه سهل ما بيقتنعوش انه هيجيب مردود. ممنوع مرغوب. هو مش ممنوع، بس في نفس الوقت هو حاسس ان الموضوع مش بالسهوله دي، وبسبب احساسه ان هو مش بالسهوله دي ما بيحاولش. بالظبط كده، يعني هو اكبر كارثه انه عقله ماشي غلط. هو زي بالظبط انت دلوقتي انا جعان. طيب انت جعان، طب انت ممكن بكل بساطه تاكل حاجه صغيره قوي، بس الحاجه دي تكون قطعه منها قد وجبه كامله، فتدمر بالقطعه الصغيره دي جسمك بالكامل. فتاخد حته شوكولاتايه فيها 400 500 كالوري، وال 400 500 كالوري دول قد 200 جرام فراخ و100 جرام رز، فايهم هيشبعك. انت اللي في ايدك القرار، انت اللي عايز تبقى جسمك مظبوط ولا عايز تبقى تخين. هما الاثنين بيدوا نفس السعرات الحراريه، بس واحده سعرات حراريه هتفيدك، واحده سعرات حراريه هتضرك وهتعلي الانسولين في جسمك وهتدمرك. قرار عندك معلم. ربنا اكبر دليل اصلا على انه بيختبرنا انه ساب لنا حريه الاختيار. واكتر فجوه او فخ بيقع فيه الانسان انه دايما يثبت لربنا وللي خلقه ولكل حاجه انه هو غير قادر على اتخاذ القرار السليم، الا ناس قليله قوي في كل حاجه بقى في الحياه. هو ماشي كده، يعني واحد ماشي انا عايز اعمل فلوس، هنرجع لنفس النقطه، انا عايز اعمل فلوس. الفلوس مش هتجيلك غير لما تبقى مقتنع ان عقلك يكون بيعرف يعمل فلوس. يعني ايه عقلي بيعرف يعمل فلوس؟ مش البيزنس اللي بيعرف يعمل فلوس، عقلك. انا ممكن اقعد معاك لمده ربع ساعه في صفقه، واقدر اعمل معاك صفقه بدون ما يكون في بيزنس ولا في اي حاجه، في دماغ وفي طريقه كلام وفي كل شيء. ازاي اقدر اطور لك دماغك واخليك تبقى قادر على انك تستثمر اموال بكميه معينه، وانا عارف ان انت معاك الاموال دي، وتحطها في المجال الفلاني وتوجهها. كل ده بطريقه اقناع مظبوطه، لانك شفت في عينيا ان انا شخص ناجح، ان انا شخص عندي وعي، ان انا شخص عارف بقول ايه. فبالتالي هتؤمن بانه رؤيتي صائبه. ما انا ازاي هثبت لك ان انا انسان جامد؟ اي حاجه في الدنيا الايمان بشخص ده شيء تقريبا مش موجود. ليه؟ لان الايمان ده لازم تكون بتؤمن بشيء انت مش مصدق اصلا، ما عندكش واقع انه موجود، فانت بتؤمن بربنا. ليه؟ لانه انت ما شفتوش، فلو شفته هيصبح واقع، لن يكون هناك ايمان. فنفس القصه، انت لازم تكون مؤمن من جواك انك هتكون شخص ناجح وغني، عندك دي. فده اسمه ايه؟ طاقه دي هتوصلني ان انا اعمل ايه؟ اتحرك من دايره الفشل اللي انا عايش جواها، او دايره الاحباط، او دايره الكومفورت زون، دايره الراحه. كلها دوائر قافله عليا على فكره. هي عباره عن مجموعه اقفاص كده اهو، مش هنج واخد حريتي غير لما اخرج منهم. ولازم كل واحد بيسمعنا يبقى مقتنع ان معظمنا واقعين في الدايره دي، وانا كنت في يوم من الايام جوه الدايره دي. كلنا. قرارك بقى انك تخرج من الدايره دي ده في ايدك انت. يعني انا مش هجبرك انك تكون فورمه، ما هو النجاح فورمه، في فورمه جسديه وفي فورمه عقليه وفي فورمه ماليه، في فورمه في كل حاجه. هو الفورمه مش بس السحر، الفورمه دي حاجات كتير قوي، صح؟ فانت عايز تبقى فورمه في جيبك، يعني معاك فلوس كتير، لازم تعمل ايه؟ اذا كان اللي عايز يبقى فورمه في جسمه بيروح يتمرن ويعمل دايت
ويجري على التريد ميل ويشيل اوزان. ليه؟ عشان عارف ومقتنع بالنتيجه. الراجل ده مقتنع بالنتيجه، ما هو نجح فيها، شاف التانيين عملوها. مؤمن ان هو من قبل ما يروح، يعني مثلا واحد زي في جسمي كده رفيع، انا مؤمن لو اتمرنت 6 شهور انا عارف شكلي هيبقى عامل ازاي مع قبل ما اشوف اي نتيجه. فبيروح وبيحاول على نتيجه هو متخيلها لما تظبط معاه هتبقى عامله ازاي. هي كده، هو بقى دي القناعه. طبق بقى ده على اي حاجه. اي حاجه عايز تبقى شيف جامد، الناس كلها تتكلم عنك، تمام، هعمل ايه؟ هتعلم الاكل ببلاش، وهخش على نصرت واشوف الحركات اللي بيعملها، شوفوا بيشوي الستيك ازاي، واخش على الشيف مش عارف مين مستر وندرفul اتفرج عليه وهو بيطبخ، واتفرج على ده ولا ده، واعمل تاتشاتي. اشهر انفلونسر عربيه في التيك توك بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ شيف لبنانيه، بنت عملت ضجه متشافه اكتر من 5 بليون فيوز علشان هي بتعمل فيديوهات بتطبخ بدون ما بتتكلم، بس بتعمل حركات وشو واتس فيري افكتيف، وعملت نجاح بالحته دي. فده دليل انها اي حد يقدر يبقى شيف ناجح. تخيل البنت دي بقى راحت عملت مطعم وسميته على اسمها وكتبت كده اسمها واللوجو بتاعها عامل كده زي نصرت، ما هو في مليارات شافوها، طبيعي هتنجح، صح؟ فهي محتاج الموضوع انك تبقى مقتنع انا عايزه ايه، ابقى ايه الخليط والريسبي بتاعته، الخلطه اللي تعمله، وامشي احقق الخلطه. وصلت للخلطه دي هبقى البني ادم المطلوب، بقيت البني ادم المطلوب هقدر احقق اللي انا بتمناه. اذا هي معادله او هي خلطه كده فعلا هتعمل 1+1 هيساوي 2 هيطلع منك حسب انت محتاج ايه النيدز بتاعتك او ايه سعيك ودماغك فكرك عامل ازاي، وشويه صبر، لان كل ده حلو جدا بس لو الشخص ما عندوش صبر. قصه الصبر مفتاح الفرج دي جمله كبيره قوي ليها معنى، لانه الصبر ده انت لازم تبقى مقتنع ان هو اللي هيؤدي ان هو هيفرج عليك حاجات كتيره جدا، هيفرج همك وهيفرج احلامك، هيسيبها تنطلق للحقيقه، وفي نفس الوقت هيزرع جواك حته ان انا دايما مقتنع بالرحله اللي انا ماشي فيها، فبصبر عليها لان عارف في الاخر ان انا هوصل لها. هي دي من الاخر دي الخلاصه. فانت لازم عقلك، رحلتك، قناعتك بان انت ماشي في طريق هيؤدي انك هتوصل في الاخر، الايكويشن دي هتعمل لك غنى العقل، هتخليك عندك قناعه، وهتحط عليها البنزين المطلوب بهي ايه المقومات، زي ما قلنا لغه معاها شويه ماليات، معاها شويه مبيعات وشويه تفاوض، جماعه الخصائص اللي تخلي عقلي مش بس عنده حلم وهدف، ومعاه الخصائص اللي توصله لطريقه. خلاص انا كده هيأت نفسي ان انا بقيت ايه، على عقلي بس طمنت على عقلي فبقيت شخصيتي تمام. البيزنس بقى والفلوس تحب تبدا بايه؟ لا انا هبتدي لك بكل بساطه ان هما الاثنين مربوطين ببعض، فاحنا الاول هنتكلم عن صله الربط ما بينهم. سؤال كتير بيدور في عقول ناس كتير قوي، هل ينفع اعمل بيزنس من غير ما يكون معايا فلوس؟ طبعا، قولا واحدا طبعا. طب كل الناس تقول لك لا ده ما ينفعش، لا هو ينفع جدا، وينفع بطرق مختلفه. زي ما اديتك مثل، لو انا واحد محاسب شاطر قوي وشغال في شركه، وبقى تحتيه زي ما قلت لك محاسبين كتير، كل دول الشجره دول انا مش محتاج علشان اعمل مشروع بيهم ان انا ابقى معايا راس مال كبير، لا انا لو اقتنعت وجمعت الناس دي ومقتنعين بيا انا اقدر اعمل مكتب بمهاره معينه كلنا نشترك فيه ونقدم فيه الخدمه دي، فكلنا نقدر نتربح، فيبقى ده اول بدايه المشروع ليا عن طريق حاجه انا بعرف اعملها. مش شرط تكون افتح بيزنس معناها ان انا اروح افتح 100 محل واجيب بضاعه ب1,000,000 $، لا 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 خالص. انا بدايه المشروع او فكره جني الاموال لازم تبتدي بحنكه وقدره معينه عندك وحاجه تكون انت بتحبها، لانه لو خدت بالك هتلاقي دايما معظم اللي بيشتغلوا ونجحوا بيشتغلوا في حاجات بيحبوها. فانت لو بتحب فعلا الماليات هتلاقي نفسك الناس اللي معاك بتحب الماليات وعاوزين تعملوا مشروع في الماليات وتتربحوا من وراه، فساعتها انت مش محتاج راس مال، انت محتاج كل واحد من دول يبتدي ينزل يعرض على الناس انه يقدم لها خدمات محاسبيه، فيمضي مع شركه محمود علاء والشركه بتاعته دي تدفع له في الشهر 10,000 جنيه مقابل تاديه مهام حسابات، وكل واحد منهم يجيب الكونتاكت بتاعته. مره واحده بقى الشركه فيها 100 عميل، لان انتوا 10 مع بعض، كل واحد جاب 10 بس مضى معاهم، بقى عندكم 100 عميل وكل عميل بتاخدوا منه 10,000 جنيه في الشهر مقابل تاديه مهامه المحاسبيه، لان هو عشان يجيب شغل مكتبكم محتاج يعين 10 محاسبين، فال10 محاسبين هيكلفوه 100,000 جنيه وعايز يدفع 10,000 جنيه بس. فبالتالي انت لو جمعت 10 من كل واحد وانتوا 10 بارتنرز داخلين في الحسابات من غير فلوس باموال زهيده جدا، تاجروا مكتب بسيط تقعدوا تشتغلوا فيه مع بعض بعلاقاتكم، كل واحد هيجيب 10، وال10 على فكره لو مبسوطين هيجيبوا 100، وده مبدا اسمه تكاثر العملاء، انك 10 هيجيبوا 100. طب خلينا نبتدي بس بال10 اللي جابها كل واحد.
انتوا 10 افراد وكل واحد جاب 10، يعني معناها بقيتوا كام عميل؟ 100 عميل. 100 عميل في 10000 جنيه بقوا كام؟ مليون جنيه في الشهر. تكلفتك ايه؟ تقريبا صفر. هو ايجار المكتب، ايجار المكتب وشويه كهرباء وانترنت، صح؟ يبقى ساعتها انا عملت بيزنس من غير راس مال ولا لا؟ طبعا. يبقى ساعتها ده اسمه ايه؟ اول طريقه لعمل بيزنس بدون راس مال هو انك توجد ناس بتشاركك نفس الاهتمامات والاختصاصات وتعملوا مع بعض حاجه معتمده على قوتكم مع بعض، فتنجحوا انتوا كلكم فيها بدون تقريبا اي راس مال. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انت تكون واحد عايز تتاجر. التجاره هل تجوز او ينفع تعمل تجاره بدون ما يكون معاك راس مال؟ ينفع يكون معايا نموذج. انا دلوقتي واحد عايز اعمل قعده كوبايات او قعده كوبايات وما معيش راس مال اعمل ستوك مليون واحده. هاجي اقوم نازل لمصنع رخام عنده حاجات كسر، معايا انا 200 جنيه في جيبي، تعال انزل اعمل لي زي دي، اعمل لي زي دي اهي قاعده رخام، هقول له قطع لي على شكل سداسي الاضلاع، شكل رباعي الاضلاع من انواع قطع رخام مختلفه، وده بيرموه اصلا مصانع الرخام. تعال انزل اعمل لي دول وهنزل بيهم، هبتدي احطهم في بوكس شيك قوي، والبوكس ده فيه عينه سامبل من كل حاجه، وانزل ابتدي اعرض على اماكن الاكسسوارز. حضرتك محتاج قد ايه؟ دي عجباني الاسود، انا عايز الابيض، انا عايز الاخضر، انا عايز الرخام الكلاكاتا، انا عايز الرخام اللي مش عارف الاونكس. خلاص عنده فرايتي، اكنك هو ما يعرفش انت عندك ستوك ولا لا، ومفيش عيب انك ما يكونش عندك ستوك، انت عندك النموذج الناجح. فالراجل ده هيبتدي ياخد منك اوردر، هتمضي معاه عقد، هيدي لك عربون طبيعي على الاوردر. العربون بتاع الاوردر ده هو هيبقى عربون المصنع في تصنيع الكميه، صح؟ يبقى انا ساعتها عملت تجاره وتصنيع من غير ما يكون معايا راس مال ولا لا؟ معايا طبعا. فاعتمدت على حاجتين، على رؤيتي السوق محتاج ايه من منتجات، وعلى قوتي في تسويق المنتجات دي. والاثنين دول مش محتاجين فلوس، محتاجين واحد عنده يذاكر الماركت، ومحتاج واحد عنده باور وقدره اقناع، وفي نفس الوقت عنده ذوق عشان يختار حاجات الناس حابه انها تشتريها، صح؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت بيزنس وتجاره بدون راس مال، صح؟ والاولاني بتاع الحسابات عمل بيزنس وتجاره بدون راس مال. تعال اقول لك على الثالث. طيب الناس انا وانت بنتكلم، هل المحتوى ده بيعمل فلوس؟ اكيد بيعمل فلوس. هل يساعدنا نعمل فلوس؟ طبعا. هل هيساعد ناس تانية تعمل فلوس؟ طبعا. يبقى اذا اي واحد عنده نو هاو من شيء معين يقدر يعمل منه فلوس. طيب هل الناس اللي بتتفرج علينا دي كلها وغيرهم كتير مفيش حد عنده القدره انه يذاكر حاجه معينه يبقى كويس فيها، يطلع للناس يقول لهم انا بقدم لكم حاجه في الجزئيه دي تستفيدوا منها؟ كم واحد بيطلع على السوشيال ميديا مشهور بيعلم الناس الانجليزي من غير راس مال؟ بس هو وراهم انه شاطر، الناس حبت ايه؟ طريقته. فبقوا يخشوا يشتروا الكورس بتاعه، يدفعوا 1000 جنيه، عنده 1000 عميل، جاب كام؟ مليون جنيه. مع راس مال؟ لا. ابتدى مشروع؟ عمل نجاح؟ هل عملائه بتزيد كل شويه؟ طبعا. يبقى الطريقه ان انا اتعلم حاجه تكون ناس كتير عايزه تتعلمها، ساعتها اقدر ابيع علمي عشان يبقى علم للناس يشتروه فيتطور حياتهم في التخصص ده. فانت في ايدك القرار، بتحب الرسم تعلم الرسم واعمل للناس، ابتدي ينزل محتوى عن ازاي ترسم. تلاقي اطفال كتير وستات في البيوت عايز تتعلم ازاي ترسم وتعمل طابلوهات ولوح. انت ممكن تكون مش رسام، بس روح اتعلم واستثمر انك تتعلم عشان لما تعمل محتوى الناس تحب تتابعك فيه فتسهل عليهم بطريقتك. بس دلوقتي طالع موضوع الموضه، مثلا موضوع السوشيال ميديا، خد كورس مونتاج على اليوتيوب وببلاش، عندك الكاب كات وعندك كلها ابلكيشنز ببلاش، اتعلم، وبعد ما اتعلمت بقيت مونتير تقدر انت تعمل مونتاج لناس تانية، ولو خدت من كل واحد $10 خلاص انت بقيت النهارده من كورس ببلاش انت تعمل $1000 في الشهر من كورس ببلاش. انت مقتنع علشان انت عندك قناعه بان انت تقدر تكسر الحاجز وتعمل فلوس. الناس مشكلتها مش في انها تتعلم ايه، الناس مشكلتها انها مش مقتنعه انها لو عملت حاجه هتجيلها اي حاجه. هو يهزها شويه خلاص هو فقد الامل والاحساس وما عندوش اي باشن، ما عندوش اي شغف انه يشتغل. فاحنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نزرع الشغف في الناس، نفهمهم انه ما فيش حاجه اسمها ان الدنيا قفلت على كده. لا 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 خالص، بالعكس ده ما لا نهايه. ايلون ماسك اغنى رجل في العالم، الراجل ده اصلا ناس كتير ما تعرفش هو مش من امريكا، هو من جنوب افريقيا. هو من جنوب افريقيا وهاجر من جنوب افريقيا لكندا، ومن كندا طلع على امريكا. الراجل ده خريج اقتصاد مش مهندس الكترونيات عشان يعمل شركه سبيس اكس وشركه تسلا. الراجل ده لما حب ينجح نجح عقله، فهم اقتصاد. ما انت لو فهمت اقتصاد يعني فهمت ايه هو الاقتصاد، تفهم يعني ايه فلوس، تفهم يعني ايه مبيعات ودوره راس مال،
تفهم يعني ايه ماليات، تفهم يعني ايه اوضاع دول. ده هو ده الاقتصاد. طب فهمت الاربعه دول تعرف تشتغل في اي مجال بقى. هو مين الاشطر؟ او عمرك شفت راجل صاحب مستشفى مشغل تحته بيزنس مان؟ دكتور مشغل بيزنس مان جوه المستشفى؟ لا، العكس. هتلاقي العكس. هتلاقي بيزنس مان اشهر مستشفيات في الناجحه في العالم اصحابها مش دكاتره، اصحابها بيزنس مان دارسين اقتصاد، دارسين بيزنس، لانه بيعرفوا يشتغلوا في اي مجال. فاذا لو انت بقيت واحد فاهم في الامور الاداريه دي اللي هي المبيعات والماليات والتفاوض واداره الافراد، هتفتح اي مشروع، اي حاجه في اي حته. هي دي الكونسبت. هو ده اللي عمله ايلون ماسك. فهم اقتصاد، راح فتح شركه سيارات كهربائيه، وكانت اوريدي الشركه دي مفتوحه، راح استحوذ عليها من الناس وعمل باي بال، اول طريقه دفع الكترونيه، وباع الشركه ب 180 مليون دولار. وبعد كده راح عمل شركه مراكب فضائيه، صواريخ بتطلع السماء عشان توصل هو مش حتته، ولا هو عالم فيزياء، ولا هو راجل بتاع صواريخ فضاء، ولا شغال في ناسا. هو بيعرف يخش جوه اي مجال يثبت انه جامد. وطبق النظريه دي على ناس كتيره، حتى بما فيهم انا راجل. لا انا بقول لك انت بالنسبه لك انا بلاقيك اكتر من بيزنس، وكلهم ما لهمش ان انا الاقي علاقه مثلا زي بيكي باربر، بلاقي مثلا ما فيش حاجات في ديفرنت، بس انت فاهم الكونسبت بتاع ازاي اعمل مديول، او ازاي اعمل شكل بيزنس ناجح. بالظبط. هو القصه ان انت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ معادله البيزنس، وتعمل ليها حاجه اسمها ريبليكيشن. يعني تبتدي تطبقها على مجالات مختلفه. انا مثلا لما جيت عملت شركه ايجي بابي، فهمت معادله يعني ايه ريتيل، يعني ايه محلات في الشارع، ويعني ايه بضاعه، ويعني ايه خدمه عميل، ويعني ايه استيراد، مكونات كتيره. فهمت المكونات دي، فابتديت انجح فيها او مطبقه بان افتح كذا فرع، ثم تاخد المعادله دي تحطها في مجال المطاعم فتبتدي تنجح، تفتح كذا فرع، تاخدها تطبقها في مجال الموتوسيكلات تنجح، تفتحها في كذا فرع، تخش على مجال الحلاقه تطبقها في بيكي باربر، تفتح كذا فرع. النظريه في ايه؟ في انك فهمت المعادله بتشتغل ازاي. زي ما فهمت معادله عقلك، فهمت معادله الريتيل، فهمت معادله قطاع التجزئه. ما ده اسمه قطاع التجزئه. المحلات دي اسمها كلها قطاع التجزئه، لان انا ما ببيعش حاجه جمله، انا ببيع التجزئه، يعني بتبيع لعميل خدمه او منتج عن طريق انك تقدمها له في محل في الشارع او في مول او في اي حاجه، وبتتعامل معاه 1 تو 1. فساعتها انت بقيت ايه؟ بقيت فاهم. لو فهمت 3 حاجات، فهمت السوق محتاج ايه اللي ناقص، فهمت العميل ازاي ترضيه، فهمت ازاي تقدم جوده وكفاءه عاليه، هتنجح في اي حاجه. 3 حاجات: السوق محتاج ايه، العميل ازاي تبسطه وترضيه، ازاي تقدم فيري جود كواليتي. فايا كان بقى ال3 دول هتطبقهم على ايه؟ انت بقى جاي لي فكره قديمه من 500 سنه وجاي يقول لك انا عايز اعمل ابيع كذا، ما هي كذا دي يقول لك اصل انا مش عايز انجح او مش عارف انجح. فانت فكرتك القديمه، هو بيسعى، هو من وجهه نظره هو بيسعى وبينزل واخد الكوبايه البيبسي ده وعمال يبيعها. ما يا حبيب قلبي اللي انت بتقدمه ده اتهرس 50,000 مره عشان ما درست السوق محتاج ايه. صح. وانت في الاخر لعلمك، انا برضو عايز اضيف للجزء اللي انت بتقوله ده حاجه مهمه. مش شرط ان تكون الحاجه اللي انت بتعملها لازم تكون ما اتعملتش قبل كده. يعني انا لما جيت اعمل محلات حلاقه، انا موجود محلات حلاقه كتير، بس النظريه انا قلت لنفسي، سالت نفسي سؤالين: ايه اللي اعرف اضيفه عنهم، وازاي انزل دخله تخلي عندي حاجه اسمها USP يونيك سيلينج بوينت، نقطه بيعيه مميزه. يعني لو اول ما تيجي في دماغك بيكي باربر تقول ايه؟ تقول صالون حلاقه رجالي مودرن جدا مختلف عن الكل، بشوف فيه كراسي مختلفه، صوت مختلف، مزيكا اول مره اسمعها، ريحه معينه، طريقه يونيفورم الستاف، اماكن كتيره. في الاخر جمعت لك عناصر خلتك بقيت مميز. حتى لو فكره الحلاقه من قديم الازل من الاف السنين، الا انك تعرف تقدمها بطريقه مختلفه. في برضو واحد فتح بيزنس بتاع مش عارف بليله فين، بليله بس عاملها بقى بكذا حاجه، بالفستق والمكسرات والجوز الهند و3000 انجريدينت وايس كريم على البليله، كل انواع كل حاجه بالبليله. منتج طلع منتج جديد بالظبط. فالكونسيبت نفسه عادي جدا، ناس كتير قوي بتعمل بليله، بس ده عمل بليله فيها كل حاجه. ابتدت تعمل الشاورما طريقه تقديمها في طريقه عيش مختلفه. طلعت الموضه الجديده بتاعت اللي هي كنافه بالمانجا. اي ما دي بقى لها كتير. اللي عملها ده عمل ايه؟ عمل ضجه، خلى شوف كام واحد تربح من ورا الراجل ده. يعني اللي عمل الفكره دي شوف كام بيزنس فتح على حس الكنافه بالمانجا، وطلع وراه بقى كنافه بالنوتيلا وكنافه بالفستق وكنافه بالبلح وكنافه بكل حاجه. دلوقتي بقت تقدر تعمل كل حاجه بكل حاجه. يعني تقدر تعمل بليله بكل المكونات، كنافه بكل المكونات، شاورما بكل الناس بقت تعمل الشاورما تحط عليها جبنه موتزاريلا. الابداع ملوش نهايه.
تقدر تأدي وتبدع، وهتلاقي في واحده ايتم ضربت خلتك بقيت هو ده، هي دي. انت هتقعد تشتغل على حاجه معينه بتحبها، تأدي وتقدم منها، وده اللي هيجيب لنا فكره. انت كنت منزل فيديو تحكي بيه عن نجاح ويجز. نجاح ويجز انت قلت اساسه ايه؟ الاداره، تيم ورك. وايه تاني؟ الاستمراريه. صح 100%. يبقى اذا الراجل عمل تيم عارف ان هو مبدع، مؤمنين بيه بالظبط، وهو مؤمن بيهم، وفي نفس الوقت بقى يقدم محتوى مميز، وبينزل كل شويه مؤمن ان الاستمراريه هتصيب. صح؟ نفس القصه حطها على اي واحد في اي نموذج، اي حاجه هتلاقيها هي معادله برضو. حياتنا معادله يا اوكا، حياتنا في الاخر معادله. لو كل واحد فهم المعادله اللي فيها في كل سيكشن هيعرف ينجح، ولو نجح معناها جاله مردود، والمردود ده هيكون راحه بال، وهيكون فلوس، وهيكون سعاده، وهيكون سعاده مش منه بس، سعاده اسريه الناس هتفتخر بيه. تخيل لما انت ما تحبش ابدا ان ابنك ترجع البيت كده تلاقي ابنك بيقول، تقول له عايز تشتغل ايه، يقول لك انا نفسي اشتغل، نفسي ابقى زي بابا. كم واحد من ولادنا دلوقتي او من الناس كلها اللي سمعانا لما يسال ابنه عايز تطلع تبقى ايه، يقول لك عايز اطلع ابقى زي بابا؟ تقريبا ما فيش، لانه الناس ما بتعتبرش ان اهاليها بقت قدوه ليها، لان هم دخلوا دوامه الحياه، مش ما بقوش يشتغلوا على ان هم ازاي ينجحوا، بيشتغلوا على ازاي يسدوا ثغرات واحتياجات يومهم. اليوم بيومه، يقول لك ده انا عايش اليوم بيومه. لا، هو في اكتر من كده بكتير. اولى من ان انت تروح تضيع فلوسك كلها علشان تعمل شقه وتشطبها، انك تعمل شقه وتشطبها في دماغك. خلي دماغك نفسها تتشطب. صح؟ يعني بدل ما تشطب طوب شطب عقلك، على الاقل انت قيم. صح؟ كم واحد بقى في حياتنا في 105 مليون مصري راح ضيع فلوسه على انه يشطب بيت، مع انه عقله لسه محاره، لسه طوب احمر. صح؟ يبقى هي الدوامه بس، اللي هو بيهب كل همه عايز يتجوز، عايز كذا عايز كذا، فجاه بينسى هو نفسه في ايه، يطور نفسه ازاي. هو خلاص عايش في الدوامه بتاعت شغل البيت، الشغل شغل البيت، البيت الشغل شغل البيت. ما بيقول لك the 9 to 5 job will never make you rich. شغلانه من 9 ل 5 عمرها ما هتخليك تبقى غني. ليه؟ لانه مبدا ان انت اتعلمت من وانت في المدرسه. وخلي بالك نظام التعليم العالمي، انا في واحد يعني كتر خيره وغير لي فكري وحياتي كلها، كتاب اسمه ريتش داد بور داد، الاب الغني والاب الفقير، عمله راجل اسمه روبرت كيوساكي. الراجل ده عمل صحوه في عقلي غيرت لي طريقه تفكيري في كل حاجه في الحياه. كنت موظف، قررت ما بقاش موظف. كنت واحد مقتنع ان انا بطلع السلم واحده واحده، بقيت مقتنع انك تقدر تطلع السلم 5 سلمات. ليه؟ لانه اتكلم وحط في عقلي حاجه اسمها المبدا والاقتناع بتاع يعني ايه حريه ماليه، يعني ايه ان انت تبقى واحد مش من ضمن القطيع. يعني ما هم بيزرعوا فيك من وانت في اي دراسه في اي حته في العالم ازاي تبقى طالب شاطر، علشان تخش الجامعه تبقى طالب شاطر مديون، ثم بعدها تخرج تشتغل موظف عشان تبقى موظف شاطر مديون اكتر، ثم بعدها تتجوز وتعمل اسره فتبقى رب اسره موظف شاطر مديون اكتر واكتر. فاولادك يبقى اسمه مثلا انت اسمك ابراهيم، اسمه محمد ابراهيم مديون اكتر واكتر، فتوارث الدين والفشل والقطيع لاولادك ثم احفادك ثم اولادهم ثم الى ما لا نهايه. فعايز ليه يطلع حد من عيلتك يغير الطفره اللي انت عايش فيها؟ انت اصلا اتزرع في عقلك ده. الراجل ده جه بقى غير المنظوم ده كله. الراجل ده مره واحده قال لك لا، هو الناس اصلا لازم تفهم انك لازم عشان تنجح تخرج بره القطيع، يعني تفكر بطريقه مختلفه، تبتدي تفكر ازاي الفلوس بتعمل فلوس، ازاي عقلك بيعمل فلوس، ازاي الفلوس هي مصدر انك تعرف تغير بيها حياتك. عقائد كتير بنصح الناس انها تقرا الكتاب ده، الاب الغني الاب الفقير، لانه هيفتح لك سكه لحاجات كتيره جدا تغير لك نمطيه عقلك وتخلي عقلك يخرج بره القطيع، لان كلهم في العالم عاوزين يزرعوا فيك انك تبقى جزء من القطيع عشان تقول سمعا وطاعه. احنا مش عاوزين الناس تقول سمعا وطاعه. انت عارف ان اللي بيحكم العالم هم شريحه واحده 1% و99% 0.01 واحد في الالف كمان، 1 في الألف، والباقي ده كله يعني بينساقوا ورا القطيع. مونكي سي مونكي دو بالظبط كده. فهو انت قررت تتفرج، فعايز تتعلم، فعايز تغير ده عشان ده يتغير، جيبك يتغير، فبالتالي تلاقي نفسك نجحت طورت، اللي بعدك نجح وطور اكتر. لانه عاده الاسره الغنيه بيطلع منها اولاد يضيعوا الثروه دي. ليه؟ لانه مفيش حد زرع لهم حب انه يتغير للافضل، هو اوريدي حاسس ان هو الافضل. طيب
الناس لما قلت لك التوب اغنى 10 في العالم هم اغنى ناس في العالم، عملوا نفسهم من الصفر عشان الشغف اللي عندهم. فحبك للتغيير، انك اصلا مجرد بتتفرج علينا وعايز تطور من نفسك، ده في حد ذاته دافع يخليك تعرف تتغير وتتعلم. ابتدي بكتاب روبرت كواساكي ريتش داد بور داد. لازم يا جماعه كلكم تقروا الكتاب ده، ده اول مفتاح يغير عقل اي انسان. تاني خطوه زي ما قلنا هنتعلم اللانجوج، ثم هنتعلم ماليات، وهنتعلم مبيعات وتفاوض. انا كده بقيت جامد فخلاص. واتكلمنا ازاي تعمل بيزنس بدون راس مال. طيب عملت بيزنس بقى كمان بدون راس مال، هتلاقي نفسك الدايره بتكبر لوحدها. خلاص انت بتبتدي بقى انزل المجال وقلب جامد وعارف اي تشالنج هتقابله هتعرف تسد فيه. بالظبط كده. بس فاحنا عملنا عقلنا وعملنا بيزنس وعملنا فلوس، صح؟ وهو ده اللي بيدور عليه الناس. مفيش سبب ان الشخص ما بكل سلاسه. الناس هتقول لك الكلام سهل، دايما الجمله اللي بتتكتب الكلام سهل. لا، الكلام مش سهل. انا عشان اعرف اوصل ان انا اقول الكلام ده عملت خطوه فيه، طبقته على نفسك. وطبقته على نفسي. وسوري مادام انت عملته اكيد انا هعمله، لان اكيد انا مش احسن منه في حاجه. بالظبط كده. يعني اكيد انا مش خارق، مادام انا قدرت احققه وانت قدرت تحققه اي حد يقدر يحققه. معلم، هي الواحد في الاخر بيحاول يفهم الناس المعادله اللي عملها، لان هو ده اللي حاسس انه ده الوقت بتاع ان انت تدي للناس، ترجع لهم اللي انت استفدت بيه، لان هم امنوا بيك في رحلتك ودعموك. فانا برضو مؤمن بالناس انها تقدر تعمل اكتر كمان ما انا عملت. اتمنى للناس كل الخير، انها توصل لاعلى مراحل من كل حاجه، وهو ده الهدف، وهو ده اللي انا بحاول نقوله النهارده في حلقتنا، ان احنا نعلم الناس ازاي ده يغتني، وازاي جيبه يغتني، وازاي يقدر يبقى قدوه لغيره في حياته، ويغير من الاسر اللي جايه بعده تبقى ناس ناجحه وناس متطوره، علشان يغير من اجياله ويخرج بره دايره الفقر والفشل. هو ده الخلاصه. احنا بنتعلم ده، لو ده عرف نوصله في ساعه والناس بتسعى له مئات السنين، فاحنا يعني لينا فضل كبير قوي، وهيبقى لينا ثواب كبير قوي من عند ربنا. فبتمنى انه الناس تكون فعلا استفادت وتعلمت ده زي ما انا استفدت. انا متاكد فعلا لان في حاجات ممكن حد عنده 80% من المعلومات دي بس ناقصه 20% مثلا. هو مثلا استثمر في عقله بس كان ناقصه الجزء بتاع البيزنس، وفي حد هو بيفهم في البيزنس بس كان ناقصه الجزء بتاع العقل. فاكيد انت ما دام شرحت المنظومه الكامله اكيد كده مفيش حد ناقصه اي حاجه. احنا ادينا الناس المفاتيح اللي هي بتدور عليها عشان تنجح، هم اللي في ايديهم بقى يسعوا ويحققوا ده، او يفضلوا محلك سر جوه دايره الراحه اللي عايش جوه. فيديو على فيديو. في ناس هو كيفه يفضل يتفرج من فيديو لفيديو، مع انها كلها فيديوهات تخلي بص اي حد يقوم يخرج من الحيطه دي. بس هو المشكله فيه هو مش عايز ينزل من السرير. صح. هي دي الكارثه. فاتمنى ان احنا نكون ناس استفادت. مبسوط النهارده جدا ان انا معايا اوكا، وخلاص بقينا مع بعض بقى على طول. هاخد الكبسوله دي اول واحد هطبقها. اول واحد شرف ليا. شرف ليا انا اكيد. وانا اكيد زي ما انا استفدت انا واثق اكيد مليار المية الناس كلها استفادت. وان شاء الله كده نعمل حلقات تانية وفيديوهات تانية. انا واحده واحده كده هاخد منهم المعلومات واغششكم. ليلتكم زي الفل، واتمنى تكونوا استفدتوا معانا النهارده وانبسطتوا بالحلقه. واستنوا كمان الحلقه الجايه، هتكون حاجه هتبهركم اكتر واكتر ان شاء الله. كل حلقه عن التانيه هنتطور وهنقدم لكم محتوى هيعجبكم جدا باذن الله. مع السلامه.